السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الحسد. ليها كذا طريقة وليها كذا استخدام. انا هعملها لشنطة، يعني هشبكها في شنطة مكرمية. لينك الشنطة يبقى موجود ان شاء الله، موجود على القناة. شنطة جميلة قوي. هستخدم خيط اسود واللون ازرق غامق والاوف وايت او ابيض واللون الاساسي بتاع الشنطة. تمام، انا هشتغل بابرة مقاس 5. ده اللون الاساسي بتاع الشنطة. هشتغل بابرة 5 ان شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طريقتها سهلة ومفيهاش اي حاجة، ممكن تشتغليها باي نوع خيط. هنعمل الدايرة السحرية وهنرتفع هنرتفع 3 سلاسل. حبايبي متنسونيش بلايك، ولو مشتركتش في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. انا اهو عملت ارتفعت 3 سلاسل ودول هحسبهم عمود معايا. هعمل جنب سلاسل الارتفاع كام؟ 13 عمود، يعني عايزة 14 عمود جوه الدايرة دي بسلاسل الارتفاع. يبقى هعمل 14 عمود بلف. انا خلصت ال 14 عمود. هنقفلهم بقى في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. هندخل ونقفل بمنزلقة. اسحب الخيط من على الابرة اهو بالشكل ده. ده اول راوند. ممكن نقص الخيط ونبدأ بالخيط الجديد او اللون التاني، او ممكن بالطريقة اللي احنا ازاي نشبك الخيوط. ان انا هاجي اكني هقفل، بس بدل ما هقفل باللون اللي انا شغالة بيه، لا انا هسحب اللون اللي هشتغل بيه التاني. تمام، اللي هو اللون الازرق. ثواني. انا اهو اسحبه من حلقتين اللي على الابرة. تمام، وابدأ ارتفع بيه 3 سلاسل. انا هشتغل ايه؟ احنا الراوند الاولاني كان 14 عمود، هشتغل 7 اعمدة بس في كل عمود 2 عمود تزايد. يبقى جنب سلاسل الارتفاع كده هشتغل عمود تاني، وهشتغل الموضوع ده كام؟ في 7 غرز. تمام، ناخد بقى ننضف الخيوط معانا، خيط البداية وخيط اللي شبكته. وهعمل عمودين في كل غرزة، بس هشتغل كام؟ 7 غرز بس. تمام، كل غرزة فيها 2 عمود، يبقى الإجمالي يبقى معايا 14 عمود. تعدي العواميد بتاعتك عشان شغلك يطلع مظبوط. تمام، طبعا المكرمية احنا مش بيتقطع بالمقص، لا ده بالولاعة. ماشي، هكملهم ال 14 وارجع لكم تاني. انا هنا كملتهم 14 حبايبي. هرتفع بقى سلسلتين. هيبقى باقيلي كام غرزة؟ باقيلي برضو 7 التانيين، لان انا كنت بدأ 14. ال7 دول برضو هشتغل في كل غرزة 2 عمود تزايد، نفس اللي عملته في الاولانيين. في كل غرزة 2 عمود. تمام، اسفة. انا خلصت. المفروض بقى، لا المفروض هرتفع سلسلتين. ايوه ارتفعتهم ونشبك بمنزلقة اهو. انا نسيت، فهرتفع السلسلتين الاول قبل ما اقفل بمنزلقة. الراوند التالت هرتفع ب3 سلاسل.
اهو ده معايا اول غرزة، اول عمود بلف. هعمل جنبه عمود كمان وعمود تاني، يبقى انا عملت كده 3. هشتغل اول عمود بيبقى متداري كده الراس بتاعته تحت الشغل اللي انا عملته. ادي كده العمود الرابع، الغرزة اللي بعدها في الرابع سوري بنعمل ايه تزايد. يبقى اشتغلنا سلسلة ارتفاع وعملنا جنبهم عمودين كمان، ادي 3. جينا في الغرزة اللي بعدها اول غرزة بعد الفراغ عملنا فيها تزايد، واعد تاني اعمل عمود، بعدين العمود التاني، بعدين الغرزة اللي بعدها العمود التالت، بعدين الغرزة الرابعة هعمل فيها كام تزايد، عمودين في نفس المكان. تمام. وهكذا الراوند كله، اجي في الرابع عمود واعمل فيه تزايد. اخلص الراوند وارجع لكم. انا خلصت يا حبايبي، جيت عند الفراغ اهو، هشتغل برضو في الفراغ 3 ادي 1 ادي 2 ادي 3 سلسلتين، وجنب في نفس الفراغ تاني هعمل 3 اعمدة، 1 2 3. تمام. اول عمود بقى معانا بعد الفراغ بيبقى متداري كده تحت التزايد اللي احنا عملناه ده، هندخل فيه ونعمل اهو تزايد عشان هو الغرزة الرابعة، واحنا بنعمل في الرابعة تزايد. لا احنا هنا بنعمل ايه في الغرزة السادسة، في الغرزة رقم 6. تمام. في الغرزة الرابعة، اسفة يا جماعة معلش. وصلت للنهاية برضو هعمل في الفراغ 3 اعمدة، وبعدين سلسلتين، هعمل بقى السلسلتين واقفل بمنزلقة. يبقى الراوند ده كله انا بقفل كل 4 اعمدة، بعمل في العمود الرابع تزايد. تمام. انا هنا لا، انا هنا هنهي الراوند وهلسع الخيط بالايه بالولاعة اهو زي ما انتم شايفين كده، وهمشي عليه بقى انضفه وانا شغاله باللون الايه الاوف وايت. هدخل كده في الفراغ واجيب اللون الاوف وايت واسحب واعمل 3 سلاسل ارتفاع بمثابه عمود معانا. طبعا احنا في الفراغ بنعمل ايه 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، بس هنبداهم ب3 اعمده، واحنا بنيجي ننهي الراوند بنعمل ال3 التانيين وبعدين السلسلتين. يبقى انا هعمل دلوقتي ادي تاني عمود جنب سلاسل الارتفاع، هعمل تالت عمود، هاجي بقى احنا الراوند اللي قبل كده كان التزايد في الغرزة الرابعة، التزايد المرة دي هيبقى في العمود رقم 6. احنا عملنا دلوقتي 3، هعمل اول في الاول عمود بقى بعد الفراغ 1 2 3 ادي الرابع. في الغرزة اللي بعدها هعمل العمود رقم 5، باخد الشغل بنضفه معايا بواقي الخيوط. بعد كده العمود رقم 6 اللي جاي اللي هو هنعمل فيه التزايد. طب الراوند اللي بعد كده هعمل التزايد في العمود رقم 9. تمام. التزايد اللي بعد كده لو عايزة تكبري العمود رقم 12.
وزي ما اتفقنا بنيجي في الفراغ في الجنبين وبنعمل 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة بنعدهم معانا واحنا شغالين، يعني بيدخلوا معانا ضمن العد. تمام، يبقى الراوند ده كل 6 بعمل تزايد، في العمود رقم 6 انا بعمل تزايد.